بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الآن وإلى أبد الآبدين كلها آمين. بنعمة ربنا أحبائي وصلنا لغاية الإصحاح 9 في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا العدد 14. الإصحاح دوت بيكشف لينا قد إيه شعب بني إسرائيل اصطدم ببر الله. الجزء الأولاني اللي احنا اتكلمنا فيه خد حوالي 5 أعداد من 1 ل5. كان بيتكلم عن حزن معلمنا بولس الرسول على شعب بني إسرائيل، ازاي ان هم تعثروا في المسيح، وهو كان يتمنى ان هو يبقى محروم عن المسيح وانسبائه بالجسد يعرفوا المسيح. الجزء الثاني خدناه من 6 ل 13. كان بيتكلم ان ناموس اختيار الله بيقوم على اساس ان ربنا عارف صلاح الناس اللي هيختارهم. يعني ان ربنا اكمنه هو اله غير محدود، فعنده سابق معرفة، عارف مين الكويس مين اللي مش كويس. سابق المعرفة دهيت بتخلي ربنا يتكلم، هو الوحيد اللي يقدر يحدد يقول ده هيبقى كذا وده هيبقى كذا. وعلى فكرة دي ما بتتعارضش مع حرية الإنسان إن هو يمشي صح ولا غلط، بس الله بيبقى عارف سابق المعرفة بتاعته. هل الحكاية دهيت كانت تسيء لربنا؟ طبعا ما تسيئش ليه؟ لأن هو إله خالق الكون كله. الجزء اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة من أول عدد 14 بيورينا سلطان الله المطلق على مصائر الناس. واللي احنا لازم نفهمه كويس قوي ان مصائر الناس بيتحكم فيها بدرجة كبيرة جدا طول أناة الله. الله من ضمن صفاته الجميلة ان عنده طول أناة رهيب غير محدود. في طول أناة الله بيحتمل الجهال والأشرار عشان يظهر قوته وقوة احتماله وصبره. في طول أناة الله عمال يعد المختارين عشان يقدروا ان هم ياخدوا أماكن جميلة في السماء للمجد بيعدهم. هل يلام الله على طول أناته؟ حتى لو بلغت طول أناة الله إلى آلاف السنين وربنا مطول باله، الناس تملي أحبائي اتعودوا على كده، يشوفوا بعينيهم يحكموا بلسانهم على طول، مفيش فترة زمنية بين الاتنين. عند ربنا ممكن يشوف حاجة وبعد 1000 سنة بعد 2000 سنة يقدر ان هو يحكم دوت، علشان هو عنده طولة بال، عنده طول أناة. الله يعطي واحد ولا يعطي آخر، وحينما يعطي واحد أكثر من الآخر. هي ديت بالنسبة للناس غير مساواة. هل لما ربنا بيعمل كده هو نقدر نقول عليه إن دوت ظلم؟ في عينين الناس أحبائي بيبان إن هو ظلم، لكن الله الغير محدود اللي معرفته أصلا غير محدودة بيبقى عارف الإنسان دوت بيعمل إيه والإنسان دوت بيعمل إيه. عشان كده هو كل البشر اللي عرفهم العالم الله الغير محدود دول يعتبروا الأسرة بتاعت ربنا المحدودة. يمكن أنت عزيزي عندك أسرة تتكون من 5 تنفار، لكن ربنا عنده أسرة تتكون من ملايين مليارات البشر، وكل واحد ربنا عارف الداخليات بتاعه وتصرفاته وأفكاره وأفعاله. هي دي الأسرة بتاعته. الأسرة بتاعته اللي بالمليارات دي اسمها أسرة محدودة بالنسبة لربنا. أي رقم تحطه حضرتك ده رقم محدود قصاد الله الغير محدود. الله كأب للأسرة دهيت عارف كل واحد في الدنيا،
عارف أفكار البشر، عارف ميول البشر. عشان كده هو أحبائي البر بتاع ربنا نابع من معرفته غير المحدودة للبشرية. مين فينا يقدر يتصور البر بتاع ربنا عامل ازاي؟ البر بتاع ربنا ما بيقعش تحت أي ضغوط، ما بيقعش تحت أي قياس، ما بيقعش تحت أي اضطرار. هي دي طبيعة ربنا، طبيعته الحلوة الجميلة. إن البر بتاعه ما نقدرش نقيسه، ما نقدرش نقول ربنا هيدي قد إيه أو هيعمل إيه أو هيسوي إيه. دي حاجة فوق احتمال عقول البشرية كلها. عشان كده لما يجي في حتة هنقراها بعد كده يقول أرحم من أرحم وأتراءف على من أتراءف. هو حر، هو حر في عطائه، لأن هو إله غير محدود. محدش يقول بقى إيه ده ربنا ليه بيعمل كده، ربنا ليه خلقنا، ربنا ليه حطنا أدام عارف إن أنا هغلط، ليه خلقني بطبيعة بغلط. دي قصة، وإن ربنا مديك حرية الاختيار دي قصة تانية. اللي لازم نعرفه أحبائي قبل ما نخش في الآيات اللي هتقابلنا، إن مفيش حد فينا يستحق على وجه الكرة الأرضية الرحمة أو الرأفة بتاعت ربنا. هو حر، الرحمة دي ملكه هو، الرأفة دي ملكه هو، هو يعمل فيها زي ما هو عايز. مفيش حد في البشرية يقدر يستحقها. ليس للإنسان حقوق عند الله. مفيش حد يقول له أنا عملت كذا يبقى من حقي كذا. إحنا عملنا كإنسان إن إحنا علينا واجبات لكن ملناش أي حقوق. الواجبات بتاعتها بنعملها عشان تاخد المجازات بتاعتها. العجيب إن ربنا دايما وأبدا يعطي الإنسان أكثر مما يستحق وأكثر مما يفكر، ويتراءف أكثر مما أي حد فينا بيحتمل. لكن في ناس حسب النظرة الضيقة بتاعتهم، حسب إن في خطية جواهم فالمحبة مش كاملة جواهم، تملي بيتذمروا، تملي ناقمين. ليه ربنا يعمل كده؟ ليه ربنا يعمل كده؟ ليه ربنا يعمل كده؟ رحمة ربنا دي عطية من الله، هو حر يديها أو ما يديهاش. الرأفة بتاعته دي هبة مجانية، هو حر يديها ما يديهاش. العطايا وهباته هي من نوع الله، هي أصلا غير محدودة، وهي ولما بيديها ما بيندمش إن هو اداها. عطايا الله بلا ندامة. عشان كده نستعجب جدا إن إنسان يصور ويتذمر ويغضب لأنه بيعترض مشيئة ربنا. ليه يا رب بتعمل فيا كده؟ ليه يا رب بتعمل فيا كده؟ هل أنت تصور على حرية الله اللي هي مش ملكك؟ طب أنت اليوم لما تزعل ازعل من حاجة أنت تمتلكها، لكن حاجة لا تمتلكها تزعل منها؟ الإنسان يستخدمه ربنا علشان لما يلاقي إنسان بالمنظر ده عشان يظهر فيه القوة بتاعته. يبان جدا إن الإنسان قلبه قاسي ويقعد يتأسى ويتأسى ويتأسى، وربنا يقعد يحاول معاه مرة واثنين وثلاثة واربعة، لدرجة إن فرعون عمل معاه 10 ضربات، ويبان فيهم طول أناة الله وطول رأفته وطول حبه للإنسان. ما يرجع في كلامه المرة الأولى، يستحمله تاني مرة، يستحمله 10. إيه ده يا رب اللي أنت بتعمله؟ الله بيظهر حبه للإنسان وتبان طبيعته قصاد القلوب القاسية اللي بالمنظر عشان كده يقول الكتاب عن فرعون، يقول الكتاب لفرعون إني لهذا بعينه أقمتك لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. حد فينا ما يعرفش إن فرعون ده كان قوي بس ربنا طلع أقوى منه. إن فرعون كان قاسي جدا بس رحمة ربنا استحملته. عشان كده أحبائي
مش ضروري بس ان ربنا بيظهر القوة بتاعته ان هو بيضرب الناس زي فرعون مثلا. ده ممكن ربنا يترحم، يتعظم بالمراحم والرأفات بتاعته. مثال، ايه اللي يخليك يا رب تقعد تستحمل واحد زي شاول مرة واتنين وتلاتة، وكان شاول دوت قلبه قاسي جدا 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 على أولاد ربنا المؤمنين المسيحيين، يطردهم ويضطهدهم لغاية لما يموتهم، وربنا يطول باله ويقتل واحد واتنين وعشرة ويدخل ناس السجن ويعمل، لغاية لما ربنا قال له تعالى شيل بقى الصليب. ايه يا رب ده؟ هو اللي يشيل صليبك يبقى المنظر ده؟ يقول انا هعرف اتعامل معاه، سأريه كم ينبغي ان يتألم من اجل اسمي، انا هوريله ازاي ان هو يحتمل. عجيب انت يا رب ان انت بتظهر القوة بتاعتك والمجد بتاعك. عشان كده هو من حق الله ان هو مين اللي يرحمه، مين اللي يترأف عليه. بالنسبة لمعلمنا بولس ظهرت النعمة المخلصة، بالنسبة لفرعون ظهرت القوة الجبارة بتاعت الله ان ينتصر على فرعون. عشان كده هو تعالوا بينا نطبق الأمثال دهيت على شعب بني إسرائيل. شعب بني إسرائيل ده كان يقول عليه الله في العهد القديم ابن البكر، يعني أغلى حاجة عندي في الدنيا كلها، أغلى من شعوب الأرض كلها. رب المجد يسوع يقول كده هو عنه جاء إلى خاصتي وخاصتي لم تقبله، بل رفضت المشيئة بتاعته، رفضوا البر بتاعها، فابتدى ربنا يتركها يسيبها. وهنا تظهر طول أناة الله وصبره، وبعدين يرجع يفتقدها، وبعدين يرجع يتوبها. كل العالم يعرف ان لغاية دلوقتي إسرائيل مرفوضة، لكن هيجي وقت من الأوقات ربنا هيقبل إسرائيل وهيرجعها مرة تانية. نفس الحكاية حصلت للعالم الوثني، وكان العالم قسمين، نصف شعب الله والنصف التاني هو شعب وثني. الشعب الوثني عمل قبائح رذيلة جدا في عينين الله، وغاظوا الله وتعبوا ربنا، وربنا كان صابر جيل ورا جيل، ناس ورا ناس، ملايين، وربنا عمال يصبر عليهم لغاية لما في يوم راح جاررهم كلهم بالحبل بتاع النعمة بتاعه. ويوم لما دخلهم وخدهم فيه راح واخدهم في الحظيرة بتاعته، وابتدى بقى ربنا يعوضهم عن زمان ويديهم نعم ويديهم بركات، وهم استغلوها كويس، وابتدى الشعب يبقى حلو خالص، يبدعوا في التماجيد، يبدعوا في التسابيح، يألفوا ايه ده؟ يقول لكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق الرب فأعدها للمجد، التي أيضا دعانا نحن إياها ليس من اليهود فقط بل من الأمم أيضا. الخلاصة أحبائي إن الذين رفضوا الله من خلالهم ظهرت القوة بتاعت ربنا، الناس اللي قبلت ربنا من خلالهم ظهرت الرحمة بتاعت ربنا والغنى بتاعه. اللي ربنا طول أناته عليهم وبعدين رجعوا، يبان بقى الحب بتاع ربنا والحكمة بتاعته. يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه. انت يا رب ليك تدبير غير تدبير الناس كلها، انت يا رب ليك عمل غير العمل بتاع الناس. الناس بتفكر في حاجة وانت بتفكر في حاجة تانية. عشان كده هو معلمنا بولس الرسول يبتدي في آية 14 يقول ايه؟ فماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ حاشا. ألعل عند الله ظلما؟ حاشا. معلمنا بولس الرسول وكأنه بيقول له كده هو يا عزيزي من حق الإنسان المحدود أن يلقي حكما على الله الغير محدود؟ هل ممكن ينفع واحد محدود يحكم على إله غير محدود؟ هل الله في حكمته الغير محدودة
يقدر عقلي أنا المحدود إن هو يستوعب الحكمة بتاعت ربنا؟ ده ربنا ده تدبيره فاق العقول، فعلا فاق العقول، محدش يعرف يفهمها خالص. كيف يكون الله ظالم في شيء والإنسان مهما علا وتبرر فهو لا يستحق من الله شيئا؟ عايز أقول كلمة صعبة، الإنسان لا يستحق شيئا وهو أيضا لا شيئا أمام الله، وبعدين تيجي تتهم الله وتقول أنت يا رب في التدبير بتاعك في ظلم. إذا كان الله أحبائي أعطانا من حبه فإحنا لا نستحق هذا الحب. إذا كان الله أعطانا من رحمته إحنا لا نستحق هذه الرحمة. إذا كان الله أعطانا من بره إحنا ما نستحقهاش. وهذه كلها عطايا نعمته المجانية اللي أنعم بها على البشرية. وإذا ربنا ما اداناش أي حاجة ما ينفعش أقول لربنا أنت مديون لي يا رب، ما هو حر، هو يدي أو ما يديش. مين في الدنيا يقدر يدير ربنا؟ محدش يقدر يديله. هو لو ادانا يدينا بعدم استحقاقنا، لو احنا ما خدناش احنا ما نستاهلش اصلا ان احنا ناخد. هل انت اعطيت الله شيئا لكي تطالبه عليه؟ لازم تقول له ربنا تعمل لي كذا، هو حر. انت شغلتك تصلي وتسيب ربنا بعد كده هو اللي يتصرف، هو اللي يعمل، هو حر ربنا. عشان كده هو أحبائي احنا لما ربنا بيجود علينا ويدينا حاجة ده مش من حقنا، وعلينا لما يدينا حاجة مش من حقنا ان احنا نسجد على الأرض نشكره عليها. دوت نوع من أنواع العطف بتاع ربنا، الحب بتاع ربنا، الرحمة بتاعت ربنا علينا. وإحنا لو ما خدناش أي حاجة ما احنا أصلا ما نستحقش حاجة. فكيف وبأي حق أو منطق نقول أن الله ظالم؟ إزاي؟ يا عزيزي لم يحدث لنا ظلم ولا لليهود. ثم يضيف أمرا آخر أكثر وضوح، معلمنا بولس يبينها في الآية اللي بعد كده آية 15، يقول كده هو لأنه يقول موسى إني أرحم من أرحم وأتراءف على من أتراءف. اتفقنا إن الإنسان محدود، الله بعلمه السابق يعرف البشرية دوت فين ودوت رايح فين وهو جاي منين. لما يعمل رحمة مع حد انت ما تعرفش علاقة الإنسان دوت ايه مع ربنا. لما ربنا يترأف على واحد ويعلي واحد وينزل واحد ما انت ما تعرفش أبعاد المواضيع، انت ما تقدرش تحكم عزيزي. عشان كده هو معلمنا بولس الرسول بيوضح ان مراحم الله ورأفته ليست حقوقا نطلبها، ده مش من حقنا او نطالب بيها، بل الله يعطيها بغير استحقاق من عنده للبشرية اللي هي في عينيه اذا كانت شايفها كويسة او مش كويسة، فهو لا يحسب ظلما إذ لم يعطي. عشان كده ما يصحش عزيزي إن حد فينا يحكم على الله ويقول إن الله دوت ظالم. دي كلمة صعبة جدا جدا. إزاي أنا الإنسان الخاطئ، إزاي أنا الإنسان التراب، إزاي أنا الإنسان العديم الفهم أقدر أحكم على الله؟ ده أنت كمان ما تقدرش تحكم على أخوك لأنك أنت ما تعرفش كل حاجة على أخوك، تقوم تحكم على ربنا؟ دي صعبة جدا جدا. ربنا أحبائي بسبق علمه اللي هو يحتوي البشرية في كل السنين بيعرف الأمور بتاعت حياتنا، يعرف تصرفاتنا، هي أمامه كائنة منذ الأزل، ومقدار طاعتنا لمشيئتنا أو تذمرنا لمشيئته ده أمام ربنا. ربنا قصاده إحنا إمتى كنا بنشكره وإمتى كنا بنتذمر عليه. دي مقياس صغير جدا من مقاييس اللي ربنا بيقيس عليها
يرحم مين ويترأف على مين. عشان كده هو المثل اللي قاله بعد كده هو يقول أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. أنت حر يا رب، ما أنت عارف في المستقبل يعقوب هيعمل إيه، ما أنت عارف في المستقبل عيسو هيعمل إيه. لما أنت تحب حد وما تحبش التاني أنت حر، ما دول كلهم ولادة. وذلك وهما في البطن وقبل أن يولد. طبعا حينما نتأمل بعد ذلك سيرتهم، يعقوب الكتاب بقى يقول عليه إسرائيل. ما هو يعقوب اتحول بقى اسمه إسرائيل. إسرائيل معناها الله يجاهد أو يجاهد مع الله. اسمه إسرائيل ابن البكر. طب عيسو ده، عيسو دوت هو أبو الأدوميين. مين الأدوميين دول؟ اللي هم كانوا معملين يقتلوا في الأرض كلها. عشان كده ربنا يقول يا جماعة أنا كنت بحب يعقوب وأبغضت عيسو من قبل ما يتولد. في أشعية 34 يقول هو ده سيفي على أدوم، أنا هنزل بقى أموت الناس اللي بيموتوا الناس دول، وعلى شعب حرمته للدينونة. في حتة تانية في سفر الخروج 25 يقول هكذا قال السيد الرب من أجل أن أدوم قد عمل بالانتقام على بيت يهوذا وساء وانتقم منه، لذلك هكذا قال السيد الرب وأمد يدي على أدوم، أنا مش هسيبهم، وأقطع منها الإنسان والحيوان وأصيرها خرابا. الناس اللي بيقتلوا ده أنا مش هسيبهم. عشان كده هو أحبائي هل ربنا صدق في الاختيار بتاعه من قبل ما يتولد ويقول أنا أحببت يعقوب وأبغضت عيسو؟ لأنه بعلمه السابق عارف يعقوب هيعمل إيه وعيسو هيعمل إيه. العلم بتاع ربنا ده غير محدود من قبل تأسيس العالم، وعلمه الحاضر اللي بيحصل دلوقتي، وعلمه كمان اللي بيغطي المستقبل. هو دوت العلم بتاع ربنا. والإنسان إنما يثبت صدق اختيار الله له بعمله وسلوكه. عشان كده هو نفسي الإنسان يبقى في علاقته مع ربنا ما فيهاش أي نوع من أنواع الحكم أو التذمر. يا رب احنا عارفينك ان انت لما بترحم يا رب، واحنا ما نستحقش. انت بتتراءف على من تتراءف، عشان انت شايف يا رب بعلمك المسبق ان الانسان دوت يستاهل. آية 16 يقول كده هو معلمنا بولس فإذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل الله الذي يرحم. إذا كان الإنسان أحبائي لا يستحق شيء عند الله لأنه لم يسبق أن يعطي الله شيئا، يبقى إزاي يستحق؟ فإلى ماذا تنتهي مشيئته وكل سعيه وكل جهاده؟ هل بمستطيع أن يكتسب هذا الإنسان لنفسه أعمال رحمة من عند الله؟ الله هو اللي بيهب الإنسان الأعمال الصالحة. حتى العمل الصالح اللي انت بتقوم بيه حضرتك ده هبة من هبات ربنا، وبيعرض عليك الفرصة. إذا اخترت ان انت تخدم ربنا هتخدم وتاخد بركة. في ناس، كل الناس اتعرضت عليهم ان هم يخدموا، هو مش عايز يتعامل مع ربنا، هو مش فاضل ربنا، هو حياته ديت لنفسه بس. عشان كده هو أحبائي الله وحده بس هو اللي يقدر يختار ويقدر المشيئة بتاعته يرحم من يرحم ويتراءف على من يتراءف. ليس كما يشاء الإنسان. مشيئة الإنسان لو كانت صالحة اعرف يا عزيزي إن هو واخدها أصلا من الله. لو مشيئة الإنسان غير صالحة اعرف إن هو مشي برأيه الفردي، ده بعد عن ربنا خالص. عشان كده عزيزي لكي تدرك أن الله غير ظالم
إنه إذ لم يعطي رحمته للبشرية ثانية ما عاش البشر. هو في حد يقدر يستحق الرحمة بتاعت رب؟ ده ربنا لو عايز يخلص على الدنيا دي كلها في لحظة هيخلصها. هو يرحم من يشاء ومن يسعى، وأيضا من لا يشاء ولا من لا يسعى. حتى الناس الكسلانين في جهادهم الروحي ربنا بيديهم. هو ربنا حبه كبير. حياتنا عزيزي هي رحمة من الله، هي حب من الله، هي هبة من الله، كل الحياة بتاعتك. وبعدين لازم تعرف حاجة مهمة خالص، الحياة اللي انت مخلوق عشانها عزيزي من بداية الإنسان لغاية يوم الدينونة، ده جزء. في جزء قبل البداية بتاعة العالم، وجزء بعد نهاية العالم. الجزء اللي في الوسط دوت ده عند ربنا بيساوي صفر، بيساوي صفر. أهم حاجة للإنسان إن هو كان عايش إزاي في فكر الله، وإزاي هتعيش بعد كده هو في الأبدية. حياتنا مش بتاعة الأرض، إحنا مخلوقين للسماء عشان نعيش فوق في السماء. الحياة بتاعتنا طولت أو صغرت دي حاجة بسيطة خالص خالص في عينين ربنا. آية 17 يقول إيه؟ لأنه يقول الكتاب لفرعون إني لهذا بعينه أقمتك لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. اشمعنى اخترت يا رب فرعون؟ قال هو فرعون قلبه قاسي، فقلت خلاص أدام قلبه قاسي أنا هتعامل معاه بالقساوة بتاعته دهيت عشان يبان إن الله دوت إله قوي مفيش حد زيه. والناس بقى اللي مخها على قدها في وسط العالم يقولوا ده فرعون الكبير دوت اللي قدر عليه بس هو ربنا. عجيب أنت يا رب. عشان كده هو يقول لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. الله رأى قلب فرعون قاسي والشعب عمال يصرخ والرب بيستجيب، بيجي بسرعة. كانت كل الشعوب يقولون إن إله بني إسرائيل إله قوي قوي، لأنه هو فعلا انتصر على فرعون. هذه أجمل وأبدع وأعظم قصة شعب يسير خلف الله يصحبه خروف الفصح المملوء أسرارا. وهذا الخروج كان رمزا لخروج شعب البشرية كلها من تحت دين إبليس. انت يا رب زي ما قدرت على فرعون انت هتقدر على إبليس، ان انت تنتصر عليه يوم لما تفدينا على عود الصليب. عشان كده هو إسرائيل عاشت في قساوة وأغلظ رقبتهم وسد أذنهم أعمى عيونهم، حتى إنهم في عماهم صلبوا المسيح. ده المسيح ده رجائهم، ده هو دوت رب المجد. من خلال الصليب خرج الفداء والفصح الأبدي والانعتاق من صخرة الخطية وعبودية الشيطان. لدرجة إن هنقابلها بقى مع معلمنا بولس في رومية 11 يقول إيه؟ بذلتهم صار الخلاص للأمم. لولاش إن شعب بني إسرائيل وقع عشان كل الشعوب بتاعت العالم يعرفوا المسيح. قلب شاول جافي قدر يخرج منه حلاوة. يقول أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا لكنني رحمت، أنا مرحوم دلوقتي. عشان كده في آية 18 يقول فإذا هو يرحم من يشاء ويقصي من يشاء. هنا التأكيد على كلمة يشاء التي تعبر عن مطلق حرية الله دون مشيرا أو مساعدة من طرف الإنسان. هي مشيئة متقنة وحرية ذات أصول وقواعد لا يرقى إليها فكر بشر. محدش فينا يقدر يخش جوه المجال بتاع ربنا، لكن الله في حبه لا يقيس مشيئته اللي كلها بر على خطية الإنسان، وكأنما الله يضطهد الخطية في الإنسان وليس الإنسان.
عشان كده هو أحبائي يجب على الإنسان إن هو ما يقسي المشيئة بتاعت ربنا على فكره. أي حاجة تحصل حواليك قول له يا رب إحنا هندننا طول عمرنا مديونين ليك. لما ربنا يديلك حاجة قول له أنا ما استحقهاش، أسجد أمام الله وأقول له يا رب كتر خيرك إن أنت اديتني الحاجة الفلانية دهيت. أشكرك يا رب لأنك أنت خلقتني إنسان مسيحي، إنسان يعرفك، إنسان عرف يتلذذ بالفداء وبالخلاص وبغفران الخطايا. ربنا يدينا كل نعمة كل بركة، له المجد الدائم إلى الأبد آمين.